الفاتحة وياسين تهليل الله حضرة سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين جميع عباد الله الصالحين منهم المهاجرين اللهم ميسا وصل عظم فقر المقدم محمد بن علي بعلوي الإمام أشرف بن حبيب الرحمن السقاب ابن الحبيب محمد مولد بن أصولهم وفرين ثم إلى روح ثم إلى القطب رباني الشيخ عبد الجلاني اسمه الحبيب أحمد بن عبد الصقبار سيد الحبيب ثم إلى الحبيب أبو بكر سكران إخواني الحبيب عمر مهدر ثم إلى الحبيب علي بن أحمد عبد الله الدوس ابن الحبيب سكران ثم بكر أدني ثم إلى الحبيب أحمد بن عبد الصقبار سيد الحبيب فاروق الشيخ بكم سالم وقطب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الله الشالي بارس قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن الحدد بن أحمد بن زين الحبسي ثم الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار ثم الحبيب علي بن عبد الله الأسقام ثم الحبيب حامد بن عمر بن حامد ثم الحبيب حسين بن أحمد البقبة حبيب سبابون الحبيب حسين بن ثم الحبيب أحمد بن حبسي الحبيب أحمد بن شام بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن شهاب ثم الحبيب علي بن أشاس ثم الحبيب عبد الرحمن محمد بن نور بن علي بن شسقام ثم إلى صاحب الحارة الحبيب حامد بن علي بن الحداد ثم رسول جدي الحبيب أحمد بن حمد صاحب بن جدي سالم بن محمد الكام وأصولهما ثم إلى رسول جدي الحبيب أحمد بن جدي حامد النبير ابن الحبيب أحمد كهواني حبيب محمد الحبيب عبد الله بن حبيب علي جدي الحبيب حامد بن سالم الكاب جدي حبيب سالم بن حمد الكام جدي عبد الرحمن بن أحمد الكام جدي حبيب شيخان بن أبو الكاب بن محمد المنور والحبيب شريفة فاطمة بنت علي الكاب شريفة فاطمة بنت حسن النور شريفة رقية شريفة خديجة ثم إلى روب شريفة شريفة حلمة سعدية بنت النور ثم نصوصا هو شريفة نافيسة بنت شيخنا الكاب قدمي شريفة فاطمة بنت حميد الكام شريفة خديجة بنت الحبيب أحمد الكام وصل ثم إلى شريفة ثم إلى شريفة ثم إلى شريفة سكينة بنت شيخ الكاب شريفة سكينة بنت شيخ الحبسي الحبيب علي بن شيخ الحبسي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح ثم إلى أروى سيد ثم إلى أروى دنهر سنجي بنت سنجو كما كمس بنت برجو حجي مسلم سوناوسي بنت حجي محمد نوسي حجي يونين بنت أغسنو أيوجي وأرفع بنت سنبي وسرفنا ماكيدة بنت أرفع جوان هردانمان بنت هلمي رمسيدي بنت سنجو وعمر باقي بن أحمد وفاطمة بنت حجي دنان ورادن عمر بن أبو إيوان بن جفني وآسيا بنت نانون بحسن وصلهم ثم إلى رسول صاحب البن حبيب سالم بن محمد الكاب سنجد الحبيب أحمد بن حلمة وسوسن بشريفة نفيسة بنت شيخنا الكاب قرمي رسول ثم جميع أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها بأن الله يؤلي درجاتهم جنة علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علوم ثم الفاتحة إلى أرواح وأدينا وديكم خاصة أمواتنا أمواتكم أموات المسلمين أما بأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم من لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كان به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ولا صريخ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لن يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في خلقه فلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابع ومشارب أفلا يذكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جد مهدرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو عصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات الحق علينا حيا وعلينا نموت وعلينا ما شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه هو الله أحد والمعوذ من اجتمعناها هنا بسببهم المغفور الحي القيوم سبيل الخلق حبيب سالم بن محمد الكاب
والحبيب أحمد بن حامد الكاب وهبابة شريفة نبيسة بنتي شيخا الكاب القدمير أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن برحمة والدينا والخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس روح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك وفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تلت الأعضاء من عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثم قرأناهم من القرآن العظيم وما هللهم من لا إله إلا الله وما سبحناهم سبحان الله بحمده ما قلنا من قولي يا الله يا الله ما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ونودي هذا وضعها إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. ما إلى أرواح آبائي إخواني من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين جميع عباد الله الصالحين. ثم إلى روح شان المحاجر الرحمة بن عيسى وابن عبد الله وسلم وفرماء الرشاد الأعظم. آمين. سيد البقية المقدم الحبيب محمد بن علي بعلوي وسلم إبراهيم والمقدم الثاني عبد الرحمن الشقاق. ثم إلى أرواح جميع آل أبي على بين مكان من شرق الأرض إلى مغربها. ثم إلى أرواح مدقات من أهل البيت الحاضر والتربة وهذا نال بعلم العلماء والأولياء منهم الحبيب صاحب البيت الحبيب أحمد بن حامد الكاف وزوجته وأولاده وبناته وأحفاده وأسباته وسلم وفريم. ثم إلى الحبيب سالم بن محمد الكاف. ثم إلى الحبيب أحمد بن حامد الكاف. ثم إلى الهباب الشريفة نفيسة بنت الشيخ خان الكاف قدمير. والدينا ووالدهم خاصة وأموات المسلمين عامة أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعله نورا يسعى ويتلأ بين أيديهم. اللهم اجعله بكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. أبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم الله رسول الله الفاتحة بالقبول والإقبال. إن شاء الله كل حال الله يغفر الذنوب ويصلح القلوب ويكشف الكروب ويستر العيوب ويبارك لكم في كل حال وفي الأهل والمال والعيال وغفر الوالدين ووالدكم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يتولانا بولايته ويحفظنا من شر بريته ويغفرنا يا الله تقصيرنا بحقه وبحق نبيه وبحق أزواجنا وبحق والدنا وبحقوق من المسلمين يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وإن كنا إياكم من ذل المعصية لا الطاعة من حضيض النقصان إلى وجه المعالي ومن كل حالة دنية كل حالة مرضية ويشفي أمراضنا ويصلح أغراضنا ويطير أعمارنا مع لطفه وعافيته ويسن سابقتنا ويسن خاتمتنا وعلى كل ما هو حبيبنا علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى هبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وعسدك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالصفا والوفاء تحلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد منة ما جرت به في أقداره القسمة سبحان الله فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتندشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل أنا ما نوالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل أنا
في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم أنا من والى لحظاته العيون فيما اشتلته بشرا كاملا يزيح الضلال يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل أنا من والى وهو من فوق علمي ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل أنا من والى سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان أما منه الجنان من التصديق بها والعزعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك العذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا الذي عبد الصادق بقوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر
اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأذكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال شرف العسلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنصر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على المر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشهادة
والشاني صلى عليك العلي القادر في كل وقت صوت الغناء يشرح الخاطر تذهب به كل أحزاني يا فاتح الباب يا فاتر أصلح قصودي مع شاني يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصر والشاني صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحياني لك جود يا ربنا وافر قد عم قاسي ما عداني الليلة القلم والخاطر زالت به كل الأشجان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحياني شو عندنا المصطفى حاضر حبيبنا خير إنساني قد فاريه لنا العاتل حضر أحيا رمد الأعيان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحياني هو نجمنا في الدجى الزاهر وذخرنا عين الأعيان عسى بجاه مدد وافر من فجود وإحسان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية
قادر في كل وقت وأحيان بركتك في حضرتك حاضر أنا وصاحبي وخلاني والمكر كان حاك بالمكر لا بركة الله في الشان يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحيان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يختم ما حركت فيه الأنامل مما استفاده فهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في هدائكه أسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور موضع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم فمنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث. وقد تعدت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلب والبطون من شرفته في العالم من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلا من خصص بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه مصوب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه درة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم الفيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه درة المجنونة والجوهرة المصونة وكون كله يسبيه ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حمل في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة الأشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في بطون والزهور وأظهر الله في وجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط المملود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد فاطربوا يا أهل المثاني فهذا اليمن غرد يا نبي سلام عليك يا سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اضربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم غرد واستضيئوا بجمال فقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مزدمر الله سينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد مرحبا جل أن يحصره العد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا إذ حبنا بوجود المصطفى المصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وبجاهه يا إلهي يا الله جد وبلغ كل
ولا مقصد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدينا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا. بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. ولو مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائض الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه والعلا في مجده ومكانه. أوصى بعز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بإنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العمد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختم كما يحسن تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترى ضامن عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحترها فتغشاها منه البيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة ألا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأمطار منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسورا، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وبالحفظ المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. صلاة تملأه بها قلبي نورا وصلاة ذكرا وشيئا ولا كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم آمين. لا قدرنا ونعوذ بك من شهوتك ونار. وصلى الله عليه وسلم.
Alhamdulillah alamin. Tabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ke-35 daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in, kita berada di rumah salah satu wali min auliyaillah, yaitu Sayyidil Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan turunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal asatidzah wal hadirin rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sebelum melanjutkan acara berikutnya yaitu Managib dan Mau'izatul Hasanah, kami akan mengumumkan beberapa peringatan Maulid yang tinggal beberapa malam hari lagi. Insyaallah malam besok, malam ke-36, malam Senin, peringatan Maulid akan diadakan di rumah Haji Herman Samastari atau Herman Hibmi, bertempat di Jalan Angkatan 66, Jalan Tunas Jaya 1. Dan pada malam ke-37, malam Selasa, peringatan Maulid diadakan oleh Al-Wafa bi Ahdillah Sumatera Selatan, bertempat di pelataran Masjid Al-Haddad 13 Hulu. Dan pada malam Rabu, malam ke-38, peringatan Maulid akan diadakan di rumah Sayyidil Habib Umar bin Alwi Asgab, bertempat di Jalan Talang, Banten. Dan malam ke-39, malam Kamis, peringatan Maulid akan diadakan di Majlis Taklim Ahlul Kisah, bertempat di Jalan Ali Gatmir, Rumah Malang, Toko Lingkung. Dan pada malam Jumat, malam penutupan atau malam ihtitam, bertempat di Gedung Ba'alawi. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk Mau'izatul Hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh dua orang penceramah, insyaallah. Yang pertama akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Al-Habib Ahmad bin Al-Ustaz Muhsin bin Abdullah Al-Habsi. Dan yang kedua, tamu kita dari Hadramaut Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Haddar. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama mendengarkan managib singkat Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab yang akan dibacakan oleh Al-Ah Husin Nagib bin Abdullah Al-Kab. Fa'alaihi falyatafaddal. Dan penceramah yang kedua insyaallah akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Hisam bin Anis bin Syihab. Fa'alaihi falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi waffaqa aqwaman litaqarrubi ilaihi bima kanu ya'malun wa ikhtassa akharina bi fuyudati sirrihil masun fakanu awliya'ahu allazina akramahum wa man ahabbahum wa amalahum bi ihsaniz zunun bi'annahum fil akhirati la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala kutbid dawa'iri wa imamil awaili wal awakhiri sayyidina wa habibina Muhammadil al-aminil ma'mun wa jawharil maknun wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumi yub'asun. Amma ba'du. Berikut sekelumit jejak hidup Al-Arif Billah, seorang wali Allah yang mulia, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Masa kecil dan panggilan ilmu. Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada kisaran tahun 1291 Hijriah. Beliau adalah permata dari keluarga yang soleh. Ayahanda beliau Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Kab Yusren, dan ibunda beliau adalah Syarifah Fatimah binti Abdullah Al-Jufri. Nasabnya bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sejak belia
beliau sudah berada dalam asuhan Syekh Putu beliau, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, yang mendidiknya dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ayah kepada putranya. Kecintaannya pada ilmu begitu besar hingga pada usia 10 tahun didorong oleh pendidikan rohani yang kuat, beliau merasa terpanggil untuk merantau ke tanah leluhurnya Hadramut Yaman. Perjalanan ilmu di Hadramut dan Haramain. Selama kurang lebih 1 dekade di Hadramut, Al-Habib Ahmad yang masih muda menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar. Beliau menimba ilmu dari para ulama terbaik pada masanya. Di Rubat Sewun, beliau belajar langsung kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita kenal sebagai penyusun Maulid Simtud Duror. Di kota Gurfa, beliau mengambil sanad hadis dari seorang mahaguru, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Di kota Tarim, beliau mendalami fikih dari Mufti Tarim saat itu, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Perjuangan beliau dalam menuntut ilmu tidaklah mudah. Beliau pernah bercerita bahwa jatah makannya sehari semalam terkadang hanya 3 butir kurma. Ketekunannya membuahkan hasil. Beliau menjadi seorang penghafal Al-Quran yang juga menguasai ilmu tafsir, hadis, fikih hingga tasawuf. Sekitar tahun 1311 Hijriah, setelah 10 tahun di Hadramut, beliau berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam datuknya Nabi Muhammad SAW. Di Tanah Haram, semangat belajarnya dan tak pernah padam. Beliau berguru kepada ulama-ulama besar, di antaranya Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, saudara kandung penyusun Simtud Duror, dan ulama Nusantara yang mendunia, Syekh Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi. Dakwah di Nusantara. Setelah berpuluh-puluh tahun beliau merantau mencari ilmu agama, beliau kembali ke Nusantara untuk mengabdikan hidupnya di jalan Allah dan menyebarkan ilmu baginda Rasulullah SAW. Beliau berkelana ke berbagai daerah dari Jawa hingga Banjarmasin. Pada akhir tahun 1339 Hijriah, beliau dipanggil untuk mengajar di Madrasah Al-Khairiyah, Surabaya, tempat beliau mendedikasi ilmunya selama kurang lebih 3 tahun. Akhirnya, pada tahun 1343 Hijriah, beliau memilih Palembang sebagai tempat tinggalnya hingga akhir hayat. Dari majelis ilmunya lahirlah banyak ulama dan orang-orang soleh. Di antara murid-murid beliau yang paling masyhur adalah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dari Jakarta, yang bersaksi telah belajar berbagai cabang ilmu dari Al-Habib Ahmad, mulai dari qiraat Al-Quran hingga hadis dan fikih. Al-Habib Syekhon bin Abu Bakar Gatmir Al-Kaf dari Cipayung. Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin dari Palembang, yang memiliki ikatan batin sangat kuat hingga Al-Habib Ahmad dikatakan telah memberikan sir atau rahasia kewaliannya secara langsung kepadanya. Pribadi agung dan akhir hayat, Al-Habib Ahmad adalah cerminan akhlak para salaf. Beliau sosok yang tegas namun penuh kasih sayang, sangat rendah hati dan tidak menyukai popularitas. Beliau sangat zuhud, pendiam, dan senyumnya adalah tawanya. Istiqomahnya dalam ibadah luar biasa, termasuk amalan membaca 1/7 Al-Quran dan 100.000 salawat setiap hari. Meski hidup sederhana, beliau adalah tangan bagi para fakir miskin, tak lelah menjadi perantara untuk menyalurkan bantuan kepada mereka. Setelah beliau mengabdikan kurang lebih 84 tahun dari masa hidupnya, beliau berpulang ke rahmatullah di Palembang pada tanggal 25 Jumadil Akhir 1375 Hijriah. Wafatnya menjadi tangisan bagi kaum du'afa yang selama ini merasakan limpahan kedermawanannya. Beliau dimakamkan di komplek pemakaman Gubah Al-Kaf, 14 Hulu, Palembang. Dari pernikahan beliau dengan Hubabah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dan semoga kita semua diberikan taufik
untuk dapat meneladani jejak langkah dan akhlak mulianya. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي مبلغ الراجي فوق مأموله ومعطي سائل زيادة على مسؤوله. نحمده ونشكره على نيل الهدى وحصوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته وأحيا بسنته. أما بعد، سيادة الأفاضل والأكارم، جميع الآباء والأساتذة والحبائب والحاضرين، مستمعين مستمعات، مشاهدين musyahidat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah-tengah kita banyak sekali di antara orang-orang tua kita, kemudian guru-guru kita, ustadz-ustadz kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tidak terhalangi daripada keberkahan ilmu-ilmu mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita seluruhnya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan seluruhnya kita kelak akan mendapatkan pertolongan dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita rahmat, yang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut kita bisa mengikuti. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju satu rumah yang ini merupakan rumah daripada kekasih min auliyaillah, kekasih daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Ahmad ibn Hamid Al-Kaf. Wallah, tadi kita dengarkan bagaimana manaqib daripada Al-Wali Al-Habib Ahmad ibn Hamid Al-Kaf, yang seluruhnya itu didasari dengan ilmu. Yang seluruhnya kita dengarkan tadi bagaimana Al-Habib Ahmad ibn Hamid Al-Kaf itu belajar, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian menyampaikan daripada ilmunya. Maka hal seperti inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya al-anbiya, para nabi, tidak mewariskan dinar wala dirham, dalam artian harta, bukan itu yang diwariskan oleh para anbiya. Akan tetapi mereka para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang amat besar, keberuntungan yang sangat besar. Ma'asyiral hadirin, mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Al-Habib Ahmad ibn Hamid Al-Kaf itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa kecuali karena mengikuti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau belajar ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, kemudian menebarkan daripada ilmu tersebut, mencontoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita dengar beliau mengambil ilmu tersebut memiliki sanad,
mengambil daripada guru, yang guru mengambil kepada guru terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza Rasulullah, dan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa manba. Beliau ini merupakan sumber. Beliau ini merupakan mata air kalau kita ibaratkan air. Yang paling dekat kepada manba tersebut adalah para sahabat. Yang paling dekat dengan sumber air tersebut adalah para sahabat. Maka jikalau kita yang hidup di masa sekarang ini, kita ingin mengambil ilmu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah ilmu yang akan kita dapat itu sudah keruh. Kalau bahasa Palembangnya sudah butek. Sudah jauh dari Nabi Muhammad ke kita. Sudah jauh. Akan tetapi kita ambil dari guru-guru kita, dari masyayikh kita, yang terus bersambung kepada para sahabat yang langsung mengambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu kemuliaan Rasulullah Al-Habib Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau mengatakan al-isnadu minad-din, walaula isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu, sanad, mata rantai keilmuan, itu merupakan bagian daripada agama. Laula sanad, kalau bukan karena mata rantai tersebut, maka seseorang akan berkata sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali itu merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para sahabat mengambil itu langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada guru-guru kita sekarang. Maka mari kita jaga daripada sanad tersebut. Mari kita ambil ilmu daripada mereka guru-guru kita. Mari kita ambil keberkahan ilmu mereka yang insya Allah akan menjadikan kita selamat di dunia sampai di akhirat. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in al mayamin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengambil ilmu, maka perlu kita perhatikan kepada siapa kita mengambil ilmu tersebut. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini merupakan agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian. Semisal daripada guru-guru kita, habaib kita yang bisa kita lihat di sini. Di sini juga ada Al-Habib yang kita peringati, yang kita berada di rumahnya, Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Beliau itu bisa kan kita ambil ilmunya. Beliau itu kita bisa ambil keberkahannya. Yang kita ambil daripada guru-guru kita sampai kepada beliau dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat wajahnya beliau, putu beliau. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama yang takut kepada Allah lah sebenarnya sejatinya itu merupakan ulama. Jadi kalau ada orang pintar baik, ada orang pintar ngomong baik, ada orang pintar ngenjuk nasihat baik, itu belum dikatakan sebagai ulama sampai menjadikan ilmunya itu membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang harus kita jadikan guru. Mereka itulah yang harus kita jadikan pedoman, karena tadi mereka mengambil ilmu itu bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita, orang-orang yang belajar dengan niat untuk mengambil ilmu, sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, yang di situ beliau menyebutkan bahwa wa muallimuka mu'inun laka fi isyanik, dan gurumu yang mengajarkanmu untuk engkau berbuat maksiat tanpa sepengetahuannya ataupun sepengetahuannya.
Makanya ketika kita belajar ilmu, kita ni mencari ilmu bukan untuk pintar-pintaran, bukan untuk taqaddum, bisa dimajukan oleh orang, tidak. Akan tetapi mencari ilmu untuk menjadikan kita ni takut sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali mengatakan, kalau yang kita cari itu adalah ketenaran. Kalau yang kita cari itu adalah taqaddum linnas, maju ke depan manusia, maka guru yang ngajari kita itu sama baik mekut di dalam kelakuan buruk kita. Di dalam kelakuan buruk kita. Maka hal tersebut harus kita hindari. Kita perbaiki niat kita. Mengambil ilmu itu untuk apa? Kabai'i saifi li qati'it tariq. Sebagaimana orang yang menjual pedang untuk para perampok. Untuk para perampok. Maka hati-hati bagi kita. Kita ni kadang-kadang mohon maaf, kita ni ditipu oleh syaitan, dibesik oleh syaitan tentang keutamaan orang yang belajar ilmu, tentang keutamaan ilmu, sehingga kita kepengen ada hiris di situ benar-benar untuk mendapatkan ilmu. Padahal itu tipu daya dari syaitan. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi ilmihi. Orang yang nanti Allah berikan azab yang sangat berat nanti di yaumil qiyamah adalah mereka-mereka yang memiliki ilmu, akan tetapi Allah tidak berikan kemanfaatan daripada ilmunya. Samratul ilmi al-amalu bih. Buah daripada ilmu tersebut adalah hidayah. Hidayah tersebut adalah menjadikan kita mengamalkan ilmu tersebut. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqarradu shifahahum bi maqarida minnar. Pada malam aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat suatu kaum yang mana kaum ini itu mereka memotong lidah mereka sendiri dengan gunting yang terbuat daripada api neraka. Kultu, kemudian Rasulullah bertanya, man antum, siapa kalian ini? Siapa kalian ini? Maka dijawab oleh mereka, kunna na'muru bil khairi wala na'ti wa nanha anis syarri wa na'ti. Kami ini wong-wong yang menyerukan akan suatu kebaikan tapi kami tidak mengerjakannya. Dan kami ini wong-wong yang melarang daripada perbuatan maksiat, akan tetapi kami sendiri melakukan perbuatan tersebut. Maka hati-hati untuk kita. Perhatikan niat kita di dalam menuntut ilmu, dan perhatikan kepada siapa kita menuntut ilmu. Kita mengambil ilmu. Ilmu tersebut yang menjadikan kita takut kepada Rasulullah sallallahu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pun kita sekarang duduk bersama-sama untuk memperingati daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad ini merupakan suri tauladan yang diikuti oleh guru-guru kita, yang diikuti oleh Al-Habib Ahmad ibn Hamid Al-Kah di dalam setiap perangainya beliau, di dalam setiap akhlaknya beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan orang yang kalau kita ingin balas jasanya maka kita tidak akan mampu. Kecintaan Rasulullah, kepedulian Rasulullah kepada kita jauh sebelum kita ada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, "Waditu anni laqitu ikhwani." Aku berharap kalau saja aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat itu bertanya, "Alasna nahnu ashabuka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini merupakan ikhwanuka ya Rasulullah, merupakan saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Akan tetapi dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, antum ashabi, kalian itu merupakan sahabat-sahabatku. Akan tetapi mereka yang merupakan saudara-saudaraku, mereka yang hidup setelahku dan mereka beriman kepadaku. Jauh sebelum kita ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencintai kita, telah peduli kepada kita.
Bahkan kita banyak dengar mau'izah hasanah, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu peduli kepada kita di masa hidup beliau, di sakaratil maut beliau, di alam barzahnya beliau, nanti bahkan di yaumil qiyamah tidak ada yang terlepas, tidak ada yang teringat oleh Rasulullah kecuali umatnya, yaitu kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau kita ingin membalas jasa Nabi Muhammad, kita tidak akan mampu. Paling tidak ketika amal-amal kita disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka yang kita berikan adalah yang terbaik untuk Nabi Muhammad, sehingga membuat Nabi Muhammad itu menjadi senang. Bukan sebaliknya, amal-amal buruk kita yang dilaporkan kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad menjadi sedih. Kita telah banyak membuat hati Nabi Muhammad sedih. Kita telah banyak melakukan maksiat yang membuat Nabi Muhammad sedih. Maka berupayalah sekarang dengan datangnya bulan Maulid, dengan banyaknya kita mendengarkan mau'izah hasanah terkait dengan keistimewaan Nabi Muhammad, terkait dengan kemuliaan Nabi Muhammad, terkait dengan perhatiannya Nabi Muhammad, kita mulai sedikit demi sedikit memperbaiki hubungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin mustami'in al-mayamin, terakhir, pedulinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, tak kalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar ketika turun ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan walaupun sekecil biji sawi, maka ia akan melihat mendapatkan balasannya nanti. Maka kultu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, hadza qalilun fi haqqi ummati. Wahai Allah, wahai Tuhanku, kalau cuma satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan, maka ini amat dikit untuk umatku ya Rasulullah. Rasulullah tidak memikirkan untuk anaknya, Rasulullah tidak memikirkan untuk dirinya, Rasulullah memikirkan untuk umatnya. Ya Rabb, kalau cuma satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan, ini sedikit untuk umatku ya Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in qallalta faltakun bil hasanatil wahidati hasanatain. Kalau seandainya ini dikit wahai Muhammad untuk umatmu, maka aku jadikan satu kebaikan itu dibalas dengan dua kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itulah yang diberikan balasan kepada mereka dua kali atas kesabaran mereka. Lantas apakah Nabi Muhammad merasa cukup untuk umatnya satu kebaikan dibalas dengan dua kebaikan? Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabb, hadza qalilun fi haqqi ummati. Ya Rabb, ini sedikit untuk umatku ya Allah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, falyakun al-hasanatul wahidatu bi asyri amsalihha. Maka jadilah satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Apakah Nabi Muhammad sudah merasa cukup dengan 10 kali kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, belum. Nabi Muhammad sensitif untuk kita umatnya. Nabi Muhammad selalu meminta kepada Allah untuk kebaikan umatnya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan satu kebaikan itu dibalas dengan sab'umi'ah, dengan 700 dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. 70, 700 sudah banyak ini. 1, 2 mungkin sedikit. Kalau dalam bahasa Arab itu masih mufrad mutsanna. Kalau jamak itulah banyak. Ini sampai 700. Maka Nabi Muhammad tidak mengeluh kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, ya Rabb, hadza qalilun fi haqqi ummati. Tapi Nabi Muhammad ngomong, ya Rabb, zid li ummati. Wahai Allah Subhanahu wa taala, tambah lagi ya Allah untuk umatku ya Allah. Kalau sebegini ya Allah, tambah lagi ya Allah. Karena Allah mengetahui, karena Nabi Muhammad mengetahui Allah Maha pemberi, Allah Maha kaya. Kalau kita minta sama wong sekali, 2 kali jadilah. 3 kali wong. Ini yang minta Nabi Muhammad, minta kepada kekasihnya itu Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman, maka Allah akan balas dengan lipatan ganda, diafan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, zidni ummati ya Rabb. Wahai Allah Subhanahu wa taala, tambah lagi untuk umatku ya Allah. Nabi Muhammad belum puas mendapatkan balasan lipat ganda daripada Allah untuk umatnya, sehingga meminta tambah lagi kepada Allah untuk umatnya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala mereka tanpa batas. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa sensitifnya kepada kita umatnya, menginginkan kebaikan kepada umatnya. Bahkan Nabi Muhammad itu mengatakan, innakum tatahafatuna finnar tahafutal farash wa ana akhidun bi'ajadikum. Kalian semua ini kenapa jatuh ke dalam perbuatan maksiat, sedangkan setiap saatnya aku menyelamatkan kalian agar kalian tidak jatuh ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Maka melalui momen daripada bulan Maulid ini yang kita kumpul sekarang memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita tumbuhkan sedikit demi sedikit kepedulian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad peduli kepada kita dan kita tidak akan mampu membalas kepedulian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita mampu mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mampu meniru sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mampu meniti jalan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mampu mendapatkan kecintaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mampu mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini yang bisa Al-Baqi sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan minta maaf. Hadza imtithalul amr wa arju an-nadhar wal timas al-barakah minkum wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الطول والآلاء، صلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فإننا الحمد لله ما زلنا في هذه البلدة المباركة ونتنقل بين أهلينا فيها من زيارات ومجالس. وكنا في صباح اليوم في زيارة لحبيبنا الحبيب عمر عبد العزيز بن شهاب في رباط المحبين. وكنا في زيارة أيضا لأحد المعاهد عندكم هنا، معهد الجمعية الخيرية، ومع الإخوان والأهل. وما نشعر بطول الوقت في قصدنا أن نأتي إليهم دقائق، ولكن سبحان الله تمضي الساعة وأكثر من ساعة ونحن متأنسون بالجلوس معهم. فالحمد لله على هذه النعمة. mengucapkan hamdalah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membuka ucapannya dengan assalam untuk kita semua. Dan beliau mengisahkan bahwa sudah beberapa hari beliau ada di kota kita, di kota Palembang. Beliau berpindah-pindah menghadiri majelis-majelis khair yang ada di kota Palembang, berziarah di beberapa tempat di kota Palembang. Dan tadi pagi beliau sempat duduk menziarahi guru kita Buya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Shahab. Kemudian pada sore harinya menziarahi pondok pesantren Jami'ah Al-Khairiyah, merasakan nikmat duduk bersama para santri-santri sehingga menghabiskan waktu sekian jam. وكذلك نتنقل معكم من بين أضرحة الصالحين إلى بيوتهم. وما شاء الله سمعنا من كثير من شيوخنا أن عند زيارتك إلى بيت الولي خير من زيارتك إلى قبره.
لأن هذا البيت قد ضم روحه وجسده معا، فأكثر ما شاء الله تلقي للفيوضات وأكثر تعرض للنفحات عندما تحضرون ونحضر إن شاء الله في بيوت الصالحين. Dan kemudian saya juga menyempatkan untuk menziarahi beberapa kubur-kubur para aulia yang ada di kota kita, di kota Palembang, dan juga menziarahi rumah-rumah mereka. Sebagaimana yang kami dapati dari guru-guru kami, bahwasanya menziarahi, mendatangi rumah-rumah para aulia Allah itu lebih agung, lebih besar manfaatnya dibanding kita menziarahi kuburan mereka. Dikarenakan di rumah tersebut roh dan jasad mereka pernah berhuni di rumah-rumah itu, dan kita akan mendapatkan fuyudat, rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah mereka. وهذه المجالس التي نحن وإياكم فيها إن شاء الله حاضرين كما قال سيد الحبيب علي، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين. وذكر الغاية منها أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين. ما شاء الله هذه المجالس يعني شأنها شأن مجالس الذكر، والذكر من أعظم الأشياء التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan kemudian kita berkumpul bersama di tempat ini mengharapkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bahwasanya beliau hadir di dalam perkumpulan-perkumpulan semacam ini, dan juga puncak atau tujuan dari perkumpulan semacam ini adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipermudah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perkumpulan semacam ini adalah serupa dengan perkumpulan zikir, yang mana perkumpulan majlisul zikir ini sangat amat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menghadiri majlis tersebut. وقد ورد في السنة أن عن سيدنا عبد الله بن بسر رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا برجل يدخل عليه فيقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وهذه مجالس الذكر لله ولرسول الله. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Bishr dari Nabi Muhammad sallallahu dari seorang sahabat mengisahkan bahwa tatkala kami sedang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi Muhammad mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Duhai Rasulullah, sesungguhnya syariatmu ini agak membuatku sempit, membuatku susah. Maka berikanlah kepadaku suatu amalan yang aku bisa cekel, yang bisa aku pegang erat amalan tersebut." Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buatlah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." وفي الحديث الآخر عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه عن سائر أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله فقال وإذا برجل يدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويسائله يبحث في المسألة فيقول يا رسول الله، ده السائل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي المجاهدين أعظم أجرا. Kemudian dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengisahkan bahwa ada seseorang juga yang masuk mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa pertanyaan, dan di salah satu pertanyaannya adalah, "Wahai Rasulullah, jihad apa yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Aktsaruhum dzikran lillah." Kemudian dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'ayyab as-sa'il wa ta'ayyab al-hadirun jami'an kayfa as-su'al fil jihad wal jawab fil dzikr. Maka yang bertanya merasa heran, pun juga para sahabat yang hadir tersebut di tempat tersebut merasakan heran dikarenakan pertanyaannya itu arahnya ke jihad, tapi jawaban Nabi adalah zikir.
فسأله السؤال الثاني وقال له يا رسول الله أي الصالحين أعظم أجرا. Kemudian dia memberikan pertanyaan selanjutnya, wahai Rasulullah, orang soleh yang bagaimana yang memiliki ajar atau balasan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. فقال عليه الصلاة والسلام أكثرهم ذكرا لله. Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. قال ثم سأله عن الصلاة وسأله عن الزكاة. يسأل السائل أي المصلين أكثر أجرا أي المزكين أكثر أجرا، والرسول صلى الله عليه وسلم جواب واحد أكثرهم ذكرا لله أكثرهم ذكرا لله. Kemudian orang yang bertanya tentang sholat, bertanya perihal zakat, semua dijawab oleh Nabi Muhammad dengan satu jawaban. Mereka yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. وكان من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر. فقال سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر يا أبا حفص قد ذهب الذاكرون بكل خير. Dan pada saat itu ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang juga duduk dengan para sahabat yang lainnya. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Aba Hafs, adalah kunyah yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang-orang yang pahala-pahala kebaikan udah diborong sama ahli zikir semuanya. Sami'hum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ajal. Qala ajal. Kemudian dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar. Pahala-pahala baik sudah diborong sama ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فهنيئا لنا جميعا إن شاء الله بهذه البشارة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka beruntunglah kita semua insyaallah dengan kabar gembira yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. وقال بعض شيوخنا في معاني هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بقصده أن أصحاب تلك الصفات علاهم عليه من الخير صاحب الجهاد في جهاده، صاحب الصلاة في صلاته، صاحب الزكاة في زكاته، الصالحين والطائعين فيما هم عليه من الخير مع اتصال تلك الصفة بصفة الذكر لله في كل يوم وليلة. Disampaikan oleh beberapa guru kami memaknai tentang hadis yang kita bahas tadi, bahwasanya setiap yang kita sebutkan tadi, ahlul jihad, yang ahli jihad di jihadnya, ahli sholat di sholatnya, ahli zakat di zakatnya, itu ada balasannya masing-masing. Akan tetapi disemangati lagi oleh Rasulullah SAW untuk mengikat pahala jihad dengan pahala zikir, pahala sholat dengan pahala zikir, pahala zakat dengan pahala zikir, sehingga ditutup dengan omongan Nabi yang terakhir tadi. Bahwa omongan Sayyidina Abu Bakar tadi, bahwasanya seluruh pahala dimiliki oleh orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. نختم بفائدة إن شاء الله. فقد ورد عن سيدنا السري السقطي من سادات التابعين يقول في بعض كلامه أحسن الأشياء خمسة. Kami tutup dengan perkataan yang diriwayatkan oleh Imam As-Sirri As-Saqati, salah satu pembesar daripada kaum tabi'in, yang mana beliau mengatakan ahsanul asya khamsa, paling baiknya hal itu ada 5 macam. Nahsubha insyaallah. Enggak. Wahid, al-buka'u 'ala ad-dunub. Yang pertama kata beliau dari 5 hal ini, yang pertama adalah menangisi atas dosa-dosa kita. Al-buka'u 'ala ad-dunub wa islahil 'uyub. Yang kedua memperbaiki aib-aib kita. Wa talabu ridha 'allamul ghuyub. Yang ketiga meminta atau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa zawal ar-raini 'anil qulub. Yang ketiga membersihkan kotoran-kotoran penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Zawal ar-raini 'anil qulub. واحد قال البكاء على الذنوب وإصلاح العيوب ويلاء الرين عن القلوب وطلب رضاء المحبوب يحضرني الخامس. البكاء على الذنوب وإصلاح العيوب وطلب رضاء علام الغيوب وزوال الرين عن القلوب. Al-khamis insyaallah nirkur. Beliau menyebutkan 4 tadi hal. Yang kelima beliau belum ingat kata beliau. Jadi yang pertama tadi
menangisi daripada dosa-dosa kita. Yang kedua, membenahi aib-aib, kejelekan, keburukan-keburukan kita. Yang ketiga, mencari atau menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Wa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu وعن سائر أصحاب رسول الله حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم واقعة وكان فيها سائل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم ذلك السائل. Pernah suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sedang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seseorang bertanya juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika orang tersebut bertanya membuat baginda Nabi Muhammad bahagia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an dhahaba dhalika as-sa'il ya Abu Bakar inna hadha as-sa'il yusalli alayya fi kulli yawm bi afdal salat al-khalq. Ketika orang tersebut setelah bertanya kepada Nabi lalu pergi, Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Duhai Abu Bakar, sesungguhnya orang yang datang tadi itu perharinya dia solawat kepadaku sebanyak seluruh hambaku di muka bumi yang bersolawat kepadaku." Kemudian Sayyidina Abu Bakar yang haus akan kebaikan, haus akan faedah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa salawat apa yang dibaca oleh orang tersebut? Faqala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi salah muayyanah, sigha muayyanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi min khalqik. Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban bahwa orang tersebut membacakan satu sighah salawat, satu susunan salawat yang mana bunyinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada man shalla alaihi min khalqi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kama yanbaghi an yusalla alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kama yanbaghi an yusalla alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kama amartana bis salah alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kama amartana an nusalli alaihi. Tiga sighah tadi. Afdalu salatil khalq. Yang mana tiga salawat ini ganjaran pahalanya seperti seseorang yang setimpal dengan salawat seluruh umat Nabi Muhammad yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نرجع إلى الفائدة التي ذكرناها حتى تتم الفائدة. فقد ورد من كلام سيدنا السري السقطي الخمسة الأشياء أحسن الأشياء. أولا البكاء على الذنوب وإصلاح العيوب وطاعة علام الغيوب وجلاء الرين عن القلوب وألا تكون لما تهوى ركوب ألا تكون لهواك ركوب. Yang terakhir daripada 5 hal tadi kita kembali kepada faedah yang disampaikan oleh Imam As-Sirri As-Saqati setelah beliau menyebutkan 4. Yang pertama tadi menangisi dosa, yang kedua yaitu memperindah aib-aib kita, memperbagus aib-aib kita, yang ketiga yaitu membangun hubungan antara kita dengan Allah, yang keempat yaitu membersihkan hati-hati kita daripada keburukan-keburukan hati, yang terakhir adalah untuk kita tidak tunduk terhadap hawa nafsu kita. إن شاء الله نعاهد أنفسنا ونجاهد أنفسنا أن نكون من أهل هذه الصفة المباركة. Mudah-mudahan setelah ini kita berjanji dan juga kita bertekad tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali kita mampu bersemangat untuk membenahi dan memiliki sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. وما يذكر في مجالسكم هذه الأربعين مولد 40 مولد 40 مولد مساء وصباح هناك الفائدة العظيمة التي يعرفها كثير من طلاب العلم ولا تخفى عليهم، وهو أن من حافظ 40 يوما على صلاة الجماعة مع المحافظة على تكبيرة الإحرام مع الإمام يكتب الله له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. Di sana ada sebuah faedah kata beliau, yang mana faedah ini sudah diketahui oleh semua para penuntut ilmu. Sebagaimana kita di Palembang ini ada namanya Maulid Arba'in, Maulid sore, Maulid pagi, Maulid malam, Arba'in kata beliau. Di sana disebutkan sebuah faedah bahwasanya siapa orang yang terus-menerus menghadiri salat berjamaah dengan syarat takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari 5 waktu dan takbiratul ihramnya bersamaan dengan imam, maka ia akan mendapatkan 2 tiket kebebasan. Yang pertama pembebasan daripada nifaq,
Yang kedua, pembebasan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. هذا الشيء مطلوب منا وكذلك في أهلنا وأولادنا، فلا يحضر الحاضر معنا في مجلس الأربعين المولد وهناك في البيت من لا يحافظ على صلاة الفجر أو صلى الفجر ولا يحافظ عليها في الجماعة، وكانت هذه عادته حتى ينقضي الشهر وينقضي الأسبوع. ما هكذا المجالس لا تحدو إلى هذا، والمجالس لا تقر كما هذه الأشياء. لا بد أن الإنسان يكون قد المسؤولية ويكون راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Jangan sampai kita hadir di majelis semacam ini, akan tapi tatkala kita pulang ke rumah kita melepaskan sholat subuh kita, ataupun kita sholat subuh tapi kita sholat subuhnya tidak berjamaah. Majlis-majlis semacam ini diadakan bukan untuk semacam itu. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Hadirnya kita di tempat-tempat semacam ini, mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, apa yang kita dapatkan harus kita bawa ke rumah, dan kita akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dan orang-orang yang kita tanggung jawabi. Asallahu an yahfazna jami'an, يسترنا بستره الجميل الذي لا ينكشف لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. أن يغفر ذنوبنا ويكشف كروبنا، بلغنا مطلوبنا في عافية. بارك فينا وفي أهلينا وإخواننا وأحبابنا وأزواجنا ومن له حق علينا. بركة صاحب المناسبة التي سمعنا اسمه ما شاء الله سيد الحبيب أحمد بن حامد الكاف، أسأل الله أن يعيد علينا من أسراره وبركاته، من أسرار أهل الأولياء من أهل هذه البلدة خاصة، ومن بلدة اندونيسيا، ومن جميع السلف الصالح في جميع أنحاء الدنيا. أسأل الله ببركتهم وحقهم وسرهم أن يقبلنا وإياكم على ما فينا، يبارك لكم في هذه الأربعين الموالد التي تقرؤونها وفي ختامها. أسأل الله وأرجو منكم الدعاء لنا ولأهلينا وإخواننا، ونحن لكم داعون. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. الفاتحة بن الشفاء والصحة واللطف والعافية للحبيب سيد أنيس بن حسين السقاف، والحبيب سيد الأستاذ عمر رفيق بن علي بن عبد الله بن حامد، والحبيب سيد مصطفى بن محمد هانمان، والحبيب سيد فهمي بن محمد بن شهاب، والحبيب سيد علي بن عبد الرحمن الكاف، وللشريفة فطرية بنت عمر الحسني، وللشريفة بارية بنت علوي الكاف، وللشريفة سميرة بنت أبي بكر بن شهاب، ولبنتنا زينب بنت أبو الحسن الشاذلي ابن أستاذ علي عمر طيب، وللشريفة علوية بنت عمر الحبشي، وللحبيب خالد بن أنيس المنور، ولنينمس بن كاي حجي أجان أحمد، وللشريفة سعاد بنت عبد الله بن عبد الرحمن السقاف، ولمن أوصانا بالشفاء يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعد زقما ولا ألما، على هذه النية وكنية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب، وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، محمد رسول الله عليه وآله وسلم.
وشرف وكرم ومجد آمين آمين ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين آمين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين كلمة حق عليها نعيا وعليها نموت وعليها وبها نبث إن شاء الله من الآمنين آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شاكيا مطرودا ومحروما اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم احفظنا فيما امرتنا واحفظنا عما نهيتنا واحفظ علينا ما اعطيتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kabul. Ulangi sekali lagi bahwasanya peringatan Maulid untuk malam besok bertempat di rumah Haji Herman Mastari di Jalan Angkatan 66